الوداد المغربي، وداد الأمة وكريستيانو رونالدو. الوداد وكريستيانو رونالدو جايبين معانا خوسيه فيليكس دياز رئيس تحرير جريدة الماركا الإسبانية، وإن كريستيانو رونالدو بيشعر بمعزة خاصة للبلد للمغرب، فما عندوش مشكلة ومرحب بالعرض بتاعه. اما نيجي نتكلم بقى عن الوداد المغربي، الأسبوع اللي فات حصل خبر قلب الدنيا بحرفيا، يعني لان جريده ماركا الاسبانيه نزلت خبر بتقول ان في اتصالات وفي تفاوض كبير جدا ما بين الوداد المغربي، وداد الامه وكريستيانو رونالدو. الوداد وكريستيانو رونالدو، ان في بعض الاشخاص المرموقين في اداره الوداد والمقربين منها بيتكلموا مع وكيل كريستيانو رونالدو، وان كريستيانو رونالدو بيشعر بمعزه خاصه البلد للمغرب، فما عندوش مشكله ومرحب بالعرض بتاعه. الخبر ده مين نزله يا جماعه؟ الماركا الاسبانيه هي اللي ضربت الخبر ده، والخبر ده انتشر وقلب الدنيا في المغرب وقلب الدنيا في العالم كله بكل تاكيد. الوداد هيلعب في مجموعه صعبه، ليه مجموعه صعبه؟ لان معاه مانشستر سيتي، معاه اليوفنتوس، مع العين الاماراتي. للاسف الفرقتين العرب واقعين مع بعض، ودي نقطه في منتهى الاهميه بالنسبه للوداد. فاحنا النهارده بنتكلم ان خبر المفاوضات ده هو خبر مهم جدا، وفقا لمين تاني؟ للماركا. فاحنا هنا في سوبر ليج دورنا نجيب لحضراتكم الخبر من مصدره، سواء مصدر مقرب من اللاعب، سواء مصدر لينا في سوبر ليج في اي مؤسسه خارجيه. لكن انا جايب لحضراتكم النهارده، وبشكر جدا فريق اعداد سوبر ليج، جايبين معانا خوسيه فيليكس دياز رئيس تحرير جريدة الماركا الإسبانية، اللي بتنفرد سوبر ليج بفيديو حصري ليه هو شخصيا، وهو بيتكلم عن مفاوضات وحقيقة مفاوضات الوداد المغربي مع الأسطورة كريستيانو رونالدو. فإذا رئيس تحرير الماركا حصريا لسوبر ليج عن مفاوضات الوداد وكريستيانو رونالدو. Hola amigos, sí, la opción de que Cristiano Ronaldo juegue finalmente el Mundial de Clubes va creciendo día a día, y la opción de Marruecos y Al-Wihdat es ahora mismo diría yo que la primera de las opciones que mantiene Cristiano Ronaldo. El equipo marroquí se ha movido, el equipo marroquí le ha hecho una propuesta, y ahora mismo lo que está haciendo Cristiano Ronaldo es estudiando todas las opciones, porque lo que parece claro es que Al Nasser no quiere continuar al lado del jugador portugués, y pese a que tiene un acuerdo de renovación, todo está en suspenso. Y el equipo marroquí, como alguno brasileño, se ha acercado al portugués para intentar seducirle y que juegue en el Mundial de Clubes a partir del 14 de junio. La opción marroquí la tiene muy en cuenta Cristiano Ronaldo, está muy unido al maravilloso país marroquí, y yo no descartaría que al final Wihdat apareciera como uno de los favoritos al torneo por la presencia de Cristiano Ronaldo en sus filas. إذن الخبر اللي قلب الدنيا في العالم كله من مصدره، من رئيس تحرير الماركا، كان مع حضراتكم دلوقتي. الراجل اتكلم في أكتر من نقطة. وبالمناسبة مصدر مقرب من الوداد أو مصدرنا في الوداد المغربي قال فعلا إن في حديث وكلام ما بين رئيس نادي الوداد وصديق مشترك مع كريستيانو رونالدو، وكريستيانو رونالدو مرحب وما عنديش مشكله، لكن نادي النصر السعودي هو اللي حتى الان رافض. ولو اخدتوا بالكم من كلام فيليكس دياز، بيقول ان في اتفاق ما بين رونالدو والنصر، لكن واضح انه مش هيكمل، او بمعنى صح قد يغادر كريستيانو رونالدو النصر السعودي، والكلام ده وفقا لرئيس تحرير الماركا. فيما يتعلق بالوداد، الناس بتشد على قد ما تقدر استعداداتها، طبعا لان المجموعه صعبه جدا لكاس العالم للانديه، وهو حصل تغيير في المدرب بتاعهم طبعا الفتره الاخيره بعد رحيل رولاني مكوينه، وتولى المسؤوليه المدير الرياضي السابق لنادي الوداد المغربي، والراجل محمد امين بن هاشم هو اللي هيتولى المسؤوليه. الوداد عنده على فكره، ده مصدرنا في الوداد المغربي اللي اتكلم في القصه دي تحديدا يعني، وقال ان النادي بعد رحيل مكوينة عنده بيمر مرحلة صعبة، والاختيار كان على المدرب الحالي محمد أمين بن هاشم ليقود هذه المرحلة، لأنه كان يعمل مديرا رياضيا ويعرف كل شيء عن الفريق. سنقوم بتعزيزات قوية قبل كأس العالم للأندية، وقعنا في مجموعة الموت، لذلك لابد من تقوية الفريق ليكون قادر على مواجهة الفرق الأخرى، وأيضا لتقديم صورة جيدة عن الوداد ومصالحة الجماهير بعد موسم كان صعب جدا بكل تأكيد على وداد الأمة. بالمناسبة يعني الوداد بيستعد لمواجهتين وديتين مع بورتو البرتغالي، ودي المواجهة اللي أكيد الأهلي هيتفرج عليها بقوة، ومع أشبيلية الإسباني استعدادا لكأس العالم للأندية، والمواجهة الصعبة جدا والمواجهات الصعبة جدا في مجموعة الوداد اللي هيلعب فيها الوداد مع اليوفي ومع مانشستر سيتي ومع العين الإماراتي.